الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نعرج على قصة نبي سيدنا أيوب عليه السلام. سيدنا أيوب كانت حياته عبرة، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الناس بأنه يوم القيامة لما بيجي الواحد يقول يا رب من الفقر ما أحسن أعبدك مثل العالم والناس، بيقول له ما كنت أفقر من عيسى بن مريم، كان ما يجد قوت يومه. بيقول له يا رب الغنى، بيقول له ما أعطيتك مثل ما أعطيت سليمان بن داود. بيقول له يا رب المرض، بيقول له ما ابتليتك مثل ما ابتليت أيوب. فما في للإنسان عذر أبدا يعتذر فيه عن تقصيره في العبادة. سيدنا أيوب عليه السلام كان رجلا روميا من أحفاد سيدنا يوسف عليه السلام، بيرجع نسبه لسيدنا إبراهيم الخليل. كان عايش في حوران، في درعا، له أراضي بالجولان وله أراضي بدرعا، أراضيه لا أول ما لا آخر، وعنده بقر وعنده غنم وعنده كل شيء من الأنعام وعنده خيول. كان عنده 7 شباب و3 بنات. الله سبحانه وتعالى عاطيه من كل شيء. فكل العطاء اللي عطاه ربنا سبحانه وتعالى، يوم من الأيام جاء سيدنا جبرائيل عليه السلام وقال يا أيوب إن الله سبحانه وتعالى اصطفاك نبيا. والنبي أي من الله سبحانه وتعالى، ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في الخير أعلى عقبة. لو قد ما تعبدنا ما بنصل لدرجة صحابي، مو لدرجة نبي. ما بيصير الإنسان من عبادته يكون نبي قد ما تعبد. فهي عطاء من الله سبحانه وتعالى. فسجد سيدنا أيوب لرب العالمين شكرا لله سبحانه وتعالى على النعمة لأولاه إياها. كان أولاد سيدنا أيوب يبعثهم يدوروا في مناطق حوران كلياتها، يسألوا وين في فقراء، وين في ناس بحاجة. كان سيدنا أيوب عليه السلام ما يأكل أبدا إلا مع يتيم أو فقير أو مسكين، لحاله يحطوا له سفرة يأكل ما يرضى يأكل إلا ما يجيبوا له ناس من أصحاب الحاجات يأكل هو وياها. يوم من الأيام دق عليه رجل كبير في السن فاستقبله وقال يا أيوب إني رجل يعني ما معي قوت يومي، ما معي أكل. كيف الكلام هذا؟ شلون ما معي قوت يومك؟ جاب سيدنا أيوب أولاده، أنتم وينكم عن هالناس هي؟ كيف إنه في واحد نعم بالنسبة لنا من محيطنا من جوارنا من أهلنا نعم لا يأكل؟ فقال له يا نبي الله والله أنا لي ما حكيت يعني. فأعطاه وأكرم المطر من عنده إلا مجبور خاطره. وكان يمر بالأسواق ويطعم ويكرم ويكسي، وكان شبوبية حلوة، شخصيته حلوة كانت. فإبليس في أحد التفاسير إنه جن جنانه. إنسان بهالكرم بهالطيب بهاللطف بهالغنى، لأن الغنى أحيانا بيطغي. أحيانا بتلاقي الأغنياء نعم. مرة أنا ما كان عندي سيارة، قلت له يا ربي سيارة، يا رب تطعمني سيارة، يا رب إذا بصير عندي سيارة ما بيتم درس بالشام ما أحضره، يا ربي تطعمني سيارة، يا ربي تطعمني سيارة. اشتريت سيارات، ما معي سيارة. شباب نازلين على سوق السيارات، قال شيخ شو نجيب لك معناته؟ جيبوا لي سيارة. بيعرفوني ما معي يعني، نسبة جايبين سيارة. شو مجانين؟ قلت له انت عديت بخطية الزلمة طلعتوا على وسط جبال بالسيارة. قال لي شيخ أنا مو بحاجتها، بتقسط لي على مهلك. أي على مهلي سيارة هي؟ قال لي شيخ على أقل من مهلك. اشتريت سيارة، وكان معي شهادة قبل شيء 5-6 سنين ما بعرف سوق. نعم. واشتريت السيارة بقى. يا ريتني بقى رجعت صلي صلوات 5 بالجامع، صلوات 5 ما صليتها بالجامع إلا بعين الخضراء وعين الفيجة وبسيمة، وأخذ المشايخ وأهرب فيهم كمان. اللي عنا درس لك امشي اطلع، هلا بنعملنا هلا أكلة لحمة مشوية، هلا بنروي بننبسط، اشتغلنا بالدعوة كثير امشي. يبعثوا لي اخبار المشايخ الكبيره من امثال المفتي وغيره نعم انه يا اخي ما بدك انت تلازم مشايخك، ترك طلابنا بحالها. ادركت باني اخطات، فاجيت للسياره بعتها، قلنا له لشيخنا سيدي هي حق السياره، والله ترى الانسان احيانا لا يطلب اشياء ما بيعرف شو عاقبتها. نعم. فاطلب من ربك سبحانه وتعالى الخير، هو ادرى بالخير وين، هو اعلم بالخير وين، احنا ما بنعلم وين الخير. قلنا له هي حق السياره،
يعني شوف حطها هيك في مكان عسى ان الله سبحانه وتعالى يكفر عني الذنوب. هي انه لا عدت حضرت مجالس علم، لا صليت بالجوال، صرت صلي بالشوارع، حطيت نعم سجاد الصلاه يأذن على الطريق مده وصلي وعلى الحاله. فالغنى مره واحد بعث لي خبر قال شيخ يعني انت زلمه متعيش على باب الله، فقير يعني شغيل انا يوميا. طيب لو كان الله سبحانه وتعالى عاطيك منيح يا ترى بتلتزم دينيا؟ والله السؤال ما خطر في بالي يعني انه اذا غنينا يعني بنلتزم. ما بعرف. انا بعرف لقيت اني بحاجه لله سبحانه وتعالى، بحاجه للاستعداد للاخره، وانه اي نعم بدات بالعباده خطا، فقعدت على المشايخ صلحت عبادتي، ومن هون صرت شيخ يعني صرت اعلم الناس. ولا انا مو شيخ يعني ما بحب يكون شيخ، انا رجل مثلي مثل الناس العاديه، بس اما بنحب نعلم الناس شلون بدهم يتعبدوا، كيف بده يصلي، كيف بده يصوم، كيف بده يزكي. يعني نعم ذكرنا لكم بدروس سابقه نعم بانه كل 4 ركع صلاه فيها 5 اركان 6 شروط 18 واجب، يفسدها 68 شيئا، يكره فيها 77 شيئا، في 51 سنه. تعرفهم؟ اذا ما تعرفوا شو عم تصلي لك؟ يعني نجي يوم القيامه يكبوا لنا هالصلاه كلياتها. سمعنا من احد مشايخنا انه واحد حلف على زوجته بالطلاق انه ما تصلي، صليت. قام اخذها وراح فيها لعند شيخ كبير يعني، قال له سيدي والله هيك صار معي يعني. قال له تعي يا بدي شلون توضيتي؟ ورجيته شلون توضيت يعني وضوء صحيح. اقرأي قرآن، قرأت الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم، قال له خذها ما صليت. نحن شلون ما بنجيب الأحرف اللثوية نقرأ صراط الذين. فلذلك بده الإنسان يصحي احتراته ويصحي عبادته. والله يرضى عليه الشيخ نعم نباني على شيء نعم يعني ما كنت منتبه له. فلذلك نعم بالنسبة لنا العبادة بده الإنسان يتقنها مشان يؤديها لحتى ما يكبوا له إياها يوم القيامة. سيدنا أيوب عليه السلام نعم إبليس حسده، هالجمال وهالأولاد مثل الألماس، وأسر للبنات وأسر للشباب يا عيني. وقال بعض العلماء غني شاكر أفضل من فقير صابر. فالغني لما بيشكر وبيدفع زكاة وبيدفع أموال نعم. مرة عمل لهم للناس بخطبة الجمعة أنه في معي دفاتر هالسمك كيف، طلبت منا الأوقاف أنه كلياتهم بدنا إيش يعني يروحوا باليوم الجمعة، فبدنا الناس تشد همتها بإيش بالدفع مشان. خلصنا صلاة في الزلمة بالجامع قال لي شيخ ما بتعطي حدا ولا وصل، اللي قديش المبلغ لا بعت ابني يجيبه من البيت. في ناس نعمل المال الطيب للرجل الطيب. فسيدنا أيوب كان هيك، إبليس حسده. على بعض التفاسير بأنه سيدنا كان نعم أيوب موجود على رأس إيش أمواله أولاده الكل، راح إبليس ووقف مقعد من السماء، المقعد اللي كان يوقف فيه أيام ما كان يخاطب رب العالمين سبحانه وتعالى، قال له يا رب عبدك أيوب ما عم يعبدك لأنه نعم يعني هلا هو عابد، هذا مو عابد، هذا عم يعبدك مشان المال اللي معه. شو بده أحلى من هيك؟ شو بيجي على باله ياكل بياكل، شو بيجي على باله يشرب بيشرب، شو بيجي على باله يلبس بيلبس. نحن إذا بدنا ناكل أكلة هلا إذا أكلة طيبة بدنا نقعد نصمد لها جمعة مشان نظبطها. بينما نعم الغني مباشرة جيب بجيبها ما في مشكلة. نحن بناكل حلويات من تبعات السمن العادي نعم بتلاقي، والقطر الأفرنجي بتعضى عليها يفوتوا سنانك بأنه ما عاد يطلعوا، ولا نكهة ولا طعمة ولا من يحزنون. يوم بيجي حدا بيضيفنا قطعة حلو هيك بالسمن الحيواني والله شيء طيب. شو عم ياكل العالم لك؟ احنا شو عم ناكل؟ نعم نشتري كيلو لبن مصفى الحقه 150 ورقه، لبن مصفى هذا والله هذا مو لبن مصفى هذا، ولا بيعرف شيء اسمه لبن ولا فايت عليه شيء اسمه لبن. فترتيبهم نعم قال له لو ما الغنى ما عبدك. فقال له رب العالمين سبحانه وتعالى أيوب عبد أواه، عبد نعم تلبق له العبودية، ما بيعبدني مشان ماله. قال له يا رب سلطني على ماله، شوف إذا فقد ماله شلون ما عاد يعبدك. قال سلطتك على ماله. أخذ الشياطين وطار ونزلوا نعم على البساتين حرقوا له إياها، وجوا على البقر وعلى الغنم وعلى الخيول وعلى الجمال، ما خلوا له شيء طيب كلياتهم نعم روحوه. اجت الناس كلها على قصر سيدنا أيوب، جاء إبليس معهم بشخصية رجل عجوز قال عم يبكي وقال يا أيوب ما رعاك الله حق رعايتك، شوف شو عمل فيك الله سبحانه وتعالى، وانت قائم الليل ومزكي وصايم النهار، هيك مساوي فيك رب العالمين، لك شايف على العمل اللي عمله فيك رب العالمين. لا يا أيوب بين كذا.
اجت الناس عم تبكي على سيدنا أيوب، فسجد سيدنا أيوب الله سبحانه وتعالى وقال الحمد لله معطيا ومانعا، أعطانا نعمة متعنا بها زمن أخذها. طيب ما هو الإنسان شو بيقول؟ مالي مالي، المال مالي يعني مو إلي، مالي مالي. هلا إذا بموت يمكن في بجيبتي شيء 3000 4000 ليرة، لا حدا يقرب مني دغري بيشرحونا هون أهل بيتنا، ما صفوا لنا، ما صفوا لنا، جرابات بشرحوناها، ساعة بشرحوناها، ما بيخلوا معنا شيء. جيت على الدنيا بالضبط ترجع بالضبط، هيك الشرط. والبيوت والسيارة والمحلات كله بدشوا، يعني كله بنتركه وبنمشي. وسجد لله سبحانه وتعالى شكرا، ما تأثر. جن إبليس أتى الحاضر، راح وقف مقعده نعم كان واقف فيه من السماء وقال يا رب أيوب صح ما بيعبدك مشان ماله، يعني بيعبدك مشان أولاده، وعنده 7 شباب نعم هذول بيعوضوا عليه الأموال تبعته فترة بسيطة، بيتاجروا معروفين بالصدق والأمانة، الناس تعطيهم أموال بيتاجروا بيرجع له أموال، وهذا معناته مو مشان المال عم يعبدك مشان أولاده. قال له أيوب ما بيعبدني مشان أولاده، أيوب عبد نعم وحق له أن يكون عبد. قال له يا رب بيعبدك مشان أولاده. قال سلطتك على أولاده. اجى على قصر أولاده الشباب والبنات، هز القصر نزلت الأحجار فوق الأولاد والبنات قتلوهم. اجوا الناس عم يبكوا على عند سيدنا أيوب، جاء إبليس معهم بشخصية رجل كبير في السن وجاي معهم وقال يا أيوب شو عمل فيك رب العالمين؟ لك أولادك اللي هن الأغلى شيء بالدنيا. إيه نعم الأولاد ما في من فتنة الولد. لو تشوف أولادك شلون إيه نعم اللي نازل منه دم واللي مكسور واللي نازل فوق منه حنت كبير هيك إيه نعم معس ومعس، والبنات شلون إيه نعم عم تموت على مالها. يا أيوب تعال تفرج شوف شو. فسجد أيوب لله سبحانه وتعالى وقال الحمد لله معطيا وسالما. هو أعطانا الأولاد، إيه نعم هو أخذه، لله ما أعطى ولله ما أخذ. يعني هلا إذا واحد يقول له إيه نعم إنه راح ابنه شو بده يساوي؟ قال يفعل الجاهل بعد 7 أيام الشيء اللي بيساويه العاقل مباشرة. لا العاقل أي شيء بيبلغه يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، بأرضه بتم. أما الجاهل أول شيء بده يزقع وبده يعيط وبده يشق وعي وبده إيه نعم وبده. أنا بعرف عائلة رح لهم شب فاتت الحريم على الصوبيا، طالعوا شحار من الصوبيا دهنوا حالهم، عم رعبونا والله. إيه نعم صار الحرمة المدير الأسود ما طلعت وقف شعر راسنا من الرعب. شو القصة؟ قال حزن، هذا حزنها. إذا بتشوف إنسان إيه نعم بالشكل هذا فكأنما أخذ رمحا يقاتل به ملائكة ربه، مو رضيان بالقضاء والقدر هذا. إيه نعم فقال لله ما أعطى ولله ما أخذ، اللهم لك الحمد معطيا وسالما. إيه نعم إبليس طريقته الحالة تركوا لسيدنا شو بيسالفوا. بعدين إجا قال له يا رب أيوب عم يعبدك مشان صحته، زلمه طويل عريض جسيم بدين اي نعم ما حدا قده، ما حدا يحسن يصار او يغلبه. اي نعم هذا رجل معتمد على قوته اصبح مو سائل على حدا. سلطني عليه وشوف اذا مريض ما عاد يعبدك. لا المرضى بتلاقي كثير هلا ناس بس تبرك ما عاد تصلي، قاعد بالفرشه ما بيصلي، تقول له ما صلي، وين بيصلي مالك شايفني؟ لك انت احوج لله سبحانه وتعالى بهاللحظات هي من غيرها. لك انت نعم هلا بدك تقول يا رب مشان يعطيك ويكرمك. مرة مريض شيخ أنا رحت عم زوره فعم ذكره قال بحديث النبي عليه الصلاة والسلام من عاد مريضا شيعه 70,000 ملك. قال لي في حديث أقوى، أما أنك لو زرته لوجدتني عنده. إذا بتروح بتزور مريض رب العالمين سبحانه وتعالى بيستقبلك هنيك عنده. عيادة المريض أي نعم بين ألطاف الله سبحانه وتعالى، دعاءه مستجاب زي كذا. بس نزور مريض ندعي له. شو كان يقول شيخنا يا ولدي إذا تروحوا بتشقوا على مريض، شو معنات بنشق عليه؟ يعني من المشقة بنروح بنساوي له مشقة، يعني ما بكفي قاعد بطال ومريض وبده دواء، كمان بده يحط لنا شاي وقهوة ويحط لنا اي نعم كرز ويحط لنا مشموش وهو مو لاقي ياكل. قال يا ولدي لما تزور مريض بس تطلع حط له 1000 ليرة تحت المخدة تبعه، ولا تاكل ولا تشرب عنده شيء، 2 3 وامشي. فعلا لقيناها سر عجيب. حط له المريض تحت راسه 1000 ليرة، لك نص مرضه بيروح، بفز بيوصلني لورا باب الصغار. أهلين ويخلي لنا إياك، طول عمرك، خطواتك للجنة إن شاء الله، والله تباركت بزيارتك. يعني ها اجت لما كانت 1000 ليرة 1000 ليرة، هلا إذا قطوا 1000 ليرة يضرب هو بال1000 ليرة اللي حطها. نعم شو بده يجيب فيها؟ شو بده تجيب لي 1000 ليرة؟ نعم فروج ما بتجيب الفروج، حط له 2000 ما راح يجيب له فروج. نعم بس كانت 1000 ليرة منيحة بأثناءها.
هلا إذا صار مريض بدك تعرف شلون تكشف شو. فقال له اي نعم يا رب سلطني عليه. شوف بس يمرض، اي نعم المرض البركة بدها حناين، وحناين ما في. الإنسان بس يبرك، أول ما يبرك تلاقي مرته وأولاده يابا، والمرأة ابن عمي تأمرني شبك شو صاير عليك، والله براسي لا أخدمك، والله يوم 2 3 شهر 2 بعدين مليت، بينادي لها يا حرمة ما بترد، تم برا. لك يا أولاد شوف أبوك شو بده، شوفوا والله بتم بناء يا زلمة، والله ما بعرف شو قصته. هنا ما في حناين، ما في حناين، ما في حناين. نحن بشر، حناين ما في. كنت لما اروح بالقرى، انا خطيب قرى مو خطيب مدينه، انا بحب القرى اكثر من المدن. القرى فيها خامه طيبه، الناس بيقولوا لي شيخ علمنا دلنا. المدينه بيقولوا لي شيخ كل شيء كنت تحكوه بنعرفه، والله ابو فمانين كم ابنوا هنا. فكنت روح مثلا في مريض بيروح زوره، بس ابعث له خبر علمني شيخنا ما اروح مباشره. ليش؟ بده يلحقوا يغيروا له اواعيه، بده يشوفوا اذا موسخ طالع ريحته، بده يقعد جنب فرشته. فمرة زرت مريض مو نازله فيه القلابيه، ما لحقوا يلبسوه قلابيه، وما لحقوا يحمموه، عطروه على ايش؟ على ريحه البدن والتعيسه، والعطر ما بيغطي الريحه السيئه، ما بيغطيها العطر، بتصير ريحه اي نعم غريبه مفشكله. قعد جنب منه واولاده 6 7 بالجامع. مرة واحد اي نعم انا على المنبر بخطبة الجمعة عمول اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروا يغفر لكم فيا فوز المستغفرين. فز واحد نص الجامع اختيار، قال لي شيخ؟ قلت له نعم. قال لي عندي 9 أولاد ومشتهي رغيف الخبز. دغري دقيتها بعقلي، بدها حكمة، بركي كان كذاب. شو بيصير باولاده اذا على المنبر قلت اولاده ما فيها خير، اولاده شو عملت باولاده؟ انا بكون ذبحتهم. ما حكيت شيء حتى نزلت على المنبر وتفاهمنا وعرفنا شو القصه واصلحنا ايش الاشياء التعبانه. فالمريض نعم بس يقعد فتره بالفراش ما بيعود في عنده. كان في واحد ذكر ابن قدامة المقدسي في كتاب التوابين، كان في رجل اسمه ابو علي، كان قطاع طريق، وكان الناس كلها تخاف منه وتهابه، كان شديد البطش. يوم من الايام ما شاف حاله الا وقع بالارض، ما عاد تحرك، حرك ايده حرك لسانه ما في خلاص. سطحته مرته ابو علي ابو علي، بوس ايديه ابو علي. حال هذا كم يوم بيطيب، ما كان يطيب. بعدين اجوا الناس يزوروه، شلون ابو علي؟ قال ابو علي قال والله لا حي نعم فيرجى ولا ميت فينسى. شو بدنا نساوي له؟ نعم يعني دخيل الله يريحه ان شاء الله، صاحب الامانه ياخذ امانته وحاجته. وعم يسمع صار يبكي بجوف الليل. قال له يا ربي دخيلك، يا رب رجع لي صحتي ورجع لي عزمي، ما عاد اذي حدا، بحط الصحه والعزم اللي معي بخدمه الناس، وما عاد اقطع وقت صلاه، وما عاد اعمل شيء، ما عاد ساوي شيء. يا رب يا رب. حرك اصبعته تحركت، حرك ايده شوي تحركت، حرك رجله تحركت، نهض هيك شوي شوي. فز وقف، فاتت مرته وشافت، قالت له ابو علي؟ قال لها هلا صرت ابو علي. ما لما كان بالارض ما اسمه ابو علي. فالبركه بدها حناين. قال له يا رب سلطني عليه، هذا اذا برك وما تم له حدا لشوفه شلون بقى هو ايمانه. قال سلطتك عليه ولكن حذاري ان تقترب من قلبه، لانه الايمان سر الايمان بالقلب. نعم. هلا تجي يوم القيامه باموالك؟ لا. تجي باولادك؟ لا، الا من اتى الله بقلب سليم. تجي بقلب نظيف، قلب ما شال غل على حدا، ما شال حسد على حدا، ما شال نعم بغض لحدا. هذا اللي ايش القلب اللي بينفعك يوم القيامه. حذاري ان تقترب من قلبه. نعم. اجى بقى ابليس على سيدنا ايوب، نفخ عليه نفخه ووقع سيدنا ايوب بالارض. ركضت زوجته سيدنا نعم خلي لنا اياه، قعد بالفرشه. اجوا الناس يزوروه. في بعض الاقوال الاسرائيليه بانه قال كان الدود ايش ينغل بسيدنا ايوب، وهذا كلام ما بيصح. الانبياء ما بيمرضوا مرض منفر ابدا ابدا. فكان مرضه تحت الجلد، شوفوا ما في شيء، مو متغير في شيء، لكن لا بيحسن يوقف، لا بيحسن نعم حتى الكلام يا دوب يطلع معه بالزور. فراحت مرته نعم بلشت الناس تبعد عنه تبعد عنه. بعدين كان له 2 اصدقاء يجوا يزوروه، واحد منهم ارتد عن ايش؟ عن الايمان. قال لو كان ايوب نبي ما كان هيك الله سبحانه وتعالى سوى فيه، ما عاد بده لا الايمان لا عاد بده الصلاه، تركه مشي.
سيدنا أيوب صفى لحاله. اجت الناس أهل بلده قالوا يا أيوب نعم أنت زلمة يعني في عندك مشكلة مع الله سبحانه وتعالى، خايفين تعدينا بمرضك، هذا المرض ما سمعنا فيه قبل المرة، أو خايفين من غضب الله عليكم بيصيبنا شيء بدك تطلع من بلدنا. هو كان ساكن نعم صوب نوى بالشيخ سعد، لهنيك هلا في نعم عين المي تبعه موجودة. فقال لهم يا قوم أنا نبي؟ قالوا يعني لو نبي ما صار فيك. حملوه حطوه برا نعم بهالفلا لحاله هو وزوجته تروح تخدم ببيوت العالم مشان ايش؟ الطعمي، مشان الطعميه لسيدنا ايوب. بعدين ما عاد حدا رضي انه يشغلها عنده. قالوا هذا زلمه معناته الله غضبان عليه، شبنا فيه ليش لحتى نشغل زوجته وياكل؟ قالوا زوجته مع السلامه، مسكينه حالتها حاله. ابليس وقف مقعده في السماء وقال يا رب زوجته هي اللي مصبرته، سلطني عليها لوسوس لها. اي نعم شوف شلون بقى بيتغير. قال له زوجته اي نعم اسمها ليا، في قول انه اسمها رحمه. اي نعم حتى هي بيرجع نسبها لسيدنا يوسف عليه السلام، امرأة صالحة. قال له يا ربي سلطني عليها. قال له سلطتك عليها. راح اجاها بشكل رجل اختيار. قال له بالله عليك يعني منطق انه نبي، انت بتعرفين نبي ونحن بنعرفه نبي، يعني يكون هيك بالفرشه ولا ياكل ولا شرب ولا شيء؟ طيب وين رحمه الله سبحانه وتعالى فيه؟ هيك رب العالمين سبحانه سايب انبيائه، خليني هيك يدعي لنشوف دعوه نبي كذا. تحرك الغضب معها. هلا الحريم اذا حدا وزع سبحان الله دغري بتلاقي بينبرم عقله دغري، بدري شو بيصرون. شوف هلا مشفى المجانين ما اكبرها، كلها للرجال، غرفه صغيره للنسوان، لك ما بيجنوا، بيجننونا ما بيجنون. نعم. ومين اللي بيجي الجلطه؟ الرجال بيجي الجلطه، النسوان ما بيجي الجلطه، صدفه لتلاقي حرمين جلطت، لك بتجلط اكبر زلمه. نعم. راح لك بدون ما يوسوس لا يتركها، راح عليها قال لا اي نعم. راحت على سيدنا ايوب قالت له ليه بدنا نتحمل انا وياك هذا واخرتها معك بعدين. اجت عم تبكي بقى وتنشؤ. فقال يا امراه اتبكين على عز فات وولد مات؟ مو المعطي الله سبحانه وتعالى والسالب هو رب العالمين جل جلاله، شو عم تبكي انت؟ قالت له انت نبي ارفع ايديك وادعي. قال لها كم سنه لبثنا في الرخاء؟ قديش قعدنا باموالنا ومبسوطين اولادنا؟ قالت له 80 سنه. قال لها قديش صار لنا هلا بهالبلاء؟ قالت له 18 سنه. قال له لحتى يصير لي بالبلاء 80 سنه بدعي. قالت له معناتها انت زلمه مالك ما في خواص منك. ضبط الكركوبتين اللي عنده وتركته لسيدنا ايوب وراحت. صفي لحاله، التفت يمين التفت شمال، لا مرة لا ولد لا صديق، ما في حدا، ما في غير الله سبحانه وتعالى. رفع البصر الى السماء وقال ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. يا رب. نعم. تكلم بهالكلام مباشرة. جاء الامر من الله سبحانه وتعالى اضرب برجلك الارض. ضرب برجله الارض، طلعت له نبعه مي، تحمم فيها، رجع شباب. ضرب ضربه ثانيه طلع له مي، شرب منها، كل شيء فيه نعم امراض بداخله راحت. وقف شب من احلى ما يكون. زوجته ندمت، رجعت قامت شافت سيدنا ايوب غطت وجهها، قالت له يا اخي هون كان في رجل مريض وكذا. قال له رجل مريض؟ ما طلعت فيه. قالت له يعني بيشبهك والله الرجل المريض، يعني في شبه منك. مو ايوب انت؟ قال له والله انا حلفت يمين انه اضربك نعم 100 عصايه. نعم على الذنب اللي سويتيه معي. جاب 100 قشه هيك بعضهم بعض قش، تحلت ايمانه وضرب فيهم. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه رب العالمين سبحانه وتعالى رجع لها شبابها لزوجة سيدنا ايوب عليه السلام، رجعها صبيه مثل ما كانت وجميله، وعوض عليه ب27 ولد، ونزل عليه فضه، وبعد ما انتهت الفضه بعد ايام نزل عليه ذهب على حيطان بيته، بس نزل ذهب ورفع قلابيته ويعبي بها الذهب. قال له ربنا سبحانه الا تشبع يا ايوب؟ لسه بتلم ذهب. فقال يا رب ومن يشبع من رحمتك؟ فلما بيجي الفرج بعد ايش؟ بعد الضيق ما في احلى منه. كان عندي مشكله انا مره فحاولت اني حلها، رحت شفت المسؤولين ما بتزبط، شفت ناس، شفت هون شفت هون، ما بتزبط. بعدين رحت شفت الدكتور حسام الدين فرفور انا والشيخ حسان الهندي. قالوا سيدنا تروح نشوف الشيخ نعم الدكتور انا وياه نعم حسام الدين. قال لي رحنا عنده والله بالعماره ساكن.
فتنا بيته، قلنا له سيدي هيك هيك القصة يعني، وعلى ما يبدو وصايت بالدنيا ما زبطت معي، فدبرني شلون بدي اتوسط ليش مع رب العالمين سبحانه وتعالى. قال لي بعت برقية مستعجلة لرب العالمين سبحانه وتعالى بسرعة. ثاني يوم كان عندي مشكلة، بعت برقية بسرعة، وين بدي اكتبها البرقية؟ وين بدي احطها؟ قال لي بتفيق قبل الفجر بساعة، ساعة التجلي الأعظم، الساعة التي يتنزل الله سبحانه وتعالى فيها إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من مبتلى فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. الساعة هي صلي ركعتين، توضأ وضوء يكون كامل، وضوء حلو، وصلي ركعتين لا تحدث نفسك فيهما بشيء أبدا، خليك مقبل على الله سبحانه وتعالى 100%، وبس تسلم ارفع ايديك لرب العالمين، قل له من العبد الذليل إلى الرب الجليل، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. صليت ودعيت والله سبحانه وتعالى أكرمني، وثاني يوم اي نعم قالوا لي شيخ مع السلامة، محل ما جيت اطلع رجع نادى لي تعال شيخ، رجعت قال لي شيخ انت مين واسطتك؟ بين واسطتك ثقيله، قلت له انا مدعوم من فوق، هو ما بيعرفني من فوق، نعم اللي واسطته الله واسطته كبيره. فشوف انت الانبياء شلون دعوا، شوف اهل البلاء شلون ترجوا الله سبحانه وتعالى، لانه حسن الدعاء ما في احلم منه، يلي بيعرف كيف يخاطب الله سبحانه وتعالى، تعرف كيف تتكلم مع رب العالمين. الله سبحانه وتعالى حي عم يسمعك. مرة اجت امرأة دقت لي تليفون عندي احد المشايخ، فقالت لي شيخ اي نعم انا يعني هيك في مشكلة سويتها وكذا وهي ومالي عرفان شلون بدي راضي الله سبحانه وتعالى، والله وتبكي شلون بدي راضي. لا قلت لها اللي عم تحكي عم يسمعك، شلون بدك تراضي؟ ما عم يسمعك الله سبحانه وتعالى، خليه يلمس منك الصدق بكلامك، هو مش سامحك. ما في انسان بيقول يا ربي تبت الا من رب سبحانه وتعالى قبلتك. فلذلك اي نعم بده الانسان يشوف اهل الله شلون دعوا، شلون مشوا، اي نعم شوف انت اي نعم فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، شوف شلون نجى اي نعم سيدنا يونس وشلون بالدعاء هذا بينجيه. فلا تنسى الله سبحانه وتعالى في كل امورك، قبل ما تشوف الوسائل شوف رب العالمين، حاكي الله سبحانه وتعالى مشان امورك تتيسر. مثل ما قلنا اللي وصلته الله وصلته كبيره. وفي هذا القدر كفايه والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وبارك الله عليكم وأحسن